لكل قصة أبطالها اللي ساهموا في نجاح القصة بصورة كبيرة والكل بيتغنى بيهم. وفي نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين نقدر نقول إن الأبطال كانوا ميسي بطل الحكاية، مارتينيز وإنقاذه العجيب، دي ماريا وهدفه التاني وهو رجل النهائيات، والفاريز وتوهجه وتألقه على عكس لوتارو. ولكن بغض النظر عن النجوم ديت وأدوارهم، كان في برضو أبطال تانية مغمورة، أبطال مغمورة ما خدتش حقها، ونقدر نقول عليهم هما الجندي المجهول للفريق. مش بتبقى بس شايفهم، ولكن دوره مش بيقل أهمية عن الأبطال. وبطلنا النهاردة هو ماك أليستر. ماك أليستر قدر يقدم أدوار ساعدت منظومة الأرجنتين وساعدت اللعيبة في التتويج بكأس العالم. لما نيجي نتكلم قبل ما كأس العالم يبدأ مع إصابة لوسيلسيو، كان في كارثة بالنسبة لسكالوني والأرجنتين. مين هيقدر يقدم أدوار لوسيلسيو المميزة بالقوة الدفاعية والإبداع الهجومي؟ سكالوني دور كتير وملقاش غير ماك أليستر اللي قدم أدوار مركبة على أكمل وجه. ممكن نقدر نقول كأنه الرجل المناسب للمهمة المناسبة لسكالوني ومنظومة الأرجنتين، وخصوصا في النهائي لأنه عمل أسيست جون التاني. ودوره المركب في التكملة الهجومية وقوته ومهارته في احتفاظه بالكرة وصلابته الدفاعية وخصوصا في النهائي، ودوره في مراقبة جريزمان اللي اصلا ما جاش النهائي واصلا مستغلش اي مساحة في دفاع الارجنتين، على عكس ماك أليستر هو كان بيستغل المساحات الفاضية في دفاع الارجنتين والمساحات الفاضية وكان بيهاجمها. ماك أليستر كان عنصر اساسي في مراحل اللعب الهجومي والدفاعي والتحولات الهجومية والدفاعية، جندي مجهول بمعنى الكلمة ويستاهل نشوفه في مكان احسن من برايتون بكتير، وخصوصا بعد ما قدمه في كاس العالم من اداء ولا اروع ولا اجمل. ونتمنى ان احنا نشوفه في فرقة كويسة جدا تليق بالاداء اللي هو فيه، ان هو لعيب جامد جدا. طبعا لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وظبط لنا الدنيا كده. السلام عليكم.